الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر. يا صديقي، عارف ليالي الفانتزي دي؟ اقسم بالله يا راجل، عارف يعني اللعبة دي هي اكتر حاجة ممكن تعكنن عليك حياتك يوميا. كل يوم سبت وكل يوم حد انت تقريبا بتبقى على اعصابك وبتبقى مشدود بسبب لعبة. هي يعني اللي يغيظك في الاخر ان هي بسبب لعبة، ولكن هي متعة. يعني احنا بنتمتع يا صديقي بلعبة الفانتزي دي. انا بقالي النهارده اكتر من 5 أو 6 7 سنين تقريبا بلعب فانتزي. اللعبه دي يا صديقي بالرغم من اي مشاكل بتكون عندك، بالرغم من حاجات كتير بتكون في بالك، حاجات كتير جو بتكون ضغط عليك، وضغوطات الحياه وضغوطات الشغل والكلام ده كله بتركنه على جنب، وبتفضي نفسك ليله الجمعه عشان تركز في تشكيلتك وتشوف هتعمل ايه في جوله السبت اللي جايه بكره. واخيرا يا صديقي الفانتزي بدات تندع معانا الاسبوع اللي فات لما نقطتنا كده باسعار بعض اللاعبين، ورجعت كمان اول امبارح وفتحت لنا التطبيق خلاص عشان نقدر ان احنا نلعب شويه في تشكيلتنا ونختار شويه لعيبه نسلي بيهم نفسنا لغايه لما السيزون يبدا ان شاء الله. والحقيقه كمان يا صديقي ان الحلقه دي متاجلت اكتر من 4 أو 5 مرات، لان كل يوم بيكون فيه جديد وكل يوم انا بكون عايز اضم كل حاجه مره واحده. ولكن النهارده يا صديقي انا هدردش معاك بس، وهنتكلم مع بعض ببساطه كده في بدايه الفانتزي. هنعمل ايه يا صديقي الموسم ده اللي انا عايز اعرفه منك في تعليقات الفيديو ده. زي ما قلت لك يا صديقي ان الحلقه دي لمجرد الدردشه، حتى انا كمان مش محضر اي حاجه اقولها لك حرفيا. يمكن بس انا عايز اتكلم معاك على اسعار اللعيبه اللي انا شايف ان في لعيبه اسعارها مش هنقدر نقول ان هي مبالغ فيها، ولكن الرقم بيجي عالي قوي قوي قوي. يعني لما تتكلم عن هالاند ب 14 مليون يا اخوانا. يعني انا هبتدي تشكيله الموسم ده ب 86 مليون بس. انت متخيل؟ عايز اشتري 14 لاعب ب 86 مليون بس، وده طبعا هيبوظ لك التشكيله، وانت كده كده اصلا مش هينفع ان انت تستثنى هالاند من تشكيلتك. يعني انا الموسم اللي فات اتحنكت كده في جولات كتير جو وكنت بايع فيها هالاند، بس طبعا الجولات يا صديقي اللي انا ما كانش عندي فيها هالاند كان عندي هاري كين، وهاري كين كان بيعوضني بصراحه بشكل كبير جو، وكمان كان عندي محمد صلاح في تشكيلتي في الموسم اللي فات. فبصراحه يعني اتسطرت معايا كده زي ما بيقولوا، وطلعت من ضمن اول 500,000 على العالم. فده مش معناه ان الموسم ده هستثنى هالاند برضه، لا، انا كنت نجمان على كل جوله سبت فيها هالاند. انت فاكر الجولتين اللي ورا بعض اللي جاب فيهم هاتريكين دول، اهو تخيل دول يا صديقي هالاند ما كانش معايا. انت متخيل؟ ولا كمان هاري كين. انا كنت في الفتره دي كان معايا واتكنز باين وكام لاعب تاني، وكان كان معايا داروين نونز وواتكنز، وكان معايا حد تاني كده مش فاكر مين، ولكن ده برضو اداني دافع بعد كده ان انا لازم اجيب هالاند. ويمكن بدلت بينه وبين هاري كين يعني كام جوله كده، ولكن في المجمل هنقدر نقول انه مسمي 38 جوله كان معايا في 25 جوله بس منها. ولكن المره دي الموسم ده انا عايز ان هالاند يكون عندي في تشكيلتي من بدايه الموسم لاخره، واكيد ده تفكيرك انت كمان يا صديقي. وعشان كده انت هتبدا موسم الفانتزي بتاعك ب 86 مليون بس عشان تشتري بيهم 14 لاعب. طبعا انا في حلقات كتير جوه هنزلها لك يا صديقي الايام اللي جايه عشان اقول لك مين الناس اللي انت ممكن تشتريها ب 86 مليون، خصوصا كمان لما تلاقي ان صلاح 8.5 مليون، هاري كين 8.5 مليون. يمكن في لعيبه سعرها كويس جو وسعرها مفاجاه بالنسبه لي زي داروين نونيز اللي سعره نزل بيجي 7.5 مليون. كمان عندك لوكاكو اللي المفروض ان هو اعارته خلصت في انتر ميلان ورجع تشيلسي، احنا مش عارفين هيكون مستمر مع تشيلسي الموسم اللي جاي ولا لا، ولكن سعره نازل ب 7 مليون. كمان عندك برونو فرنانديز اللي بالنسبه لي شايف ان هو سرقه حرفيا انه ينزل سعره ب 8.5 مليون، سعر كويس جو وسعر مناسب قوي زي راشفورد الموسم اللي فات لما كان نازل ب6. كمان عندك في خط الدفاع استوبينيان اللي نازل ب 5 مليون، وده طبعا اكيد هيكون منور في تشكيله اغلبنا لانه كان لاعب هجومي ولاعب مفيد قوي في تشكيله ديزربي. كمان عندك ارنولد اللي بيجي مشكله سعره 8 مليون ومحسوب ان هو في خط الدفاع. طبعا احنا عارفين ان بنسبه كبيره قوي ارنولد الموسم ده هيشارك في خط الوسط، فده معناه ان هو هيفيدك وهيضرك. هيفيدك ان هو هيتحاسب بنقاط الكلين شيت لو ليفربول خرجت بكلين شيت، ده بجانب انه هيكون اقرب على المرمى لان هو بيعمل تسديدات كتير وبيعمل مساهمات هجوميه اكتر، واكيد ده هيفيدك قوي على مستوى النقط اللي هيجيبها لك في كل جوله. لكن لما تقارنه مع ماك أليستر او مع سوبوزلي اللي ماك أليستر نازل ب 6.5 مليون وسوبوزلي ممكن يكون ب 7.5 وممكن كمان يكون في نفس سعره، فانت لما تقارن ارنولد وصلاح اللي كانوا ما بيفرجوش اغلب تشكيلاتنا الموسم اللي فات ممكن يتغيروا الموسم ده ويحل محلهم سوبوزلي وماك أليستر. اما لو اتكلم كمان عن لعيبه تشيلسي او لعيبه ارسنال او لعيبه باقي الفرق الدوري الانجليزي، هتلاقي ان في لعيبه كتير قوي شطحت بارقامها وممكن ان احنا ما نفكرش فيها الموسم ده، ولعيبه ثانيه ارقامها نزلت وبالتاكيد هنفكر
فيها. المهم يا صديقي دي مش نهايه الحلقات، ودي هتكون اول حلقه اللي دردشنا فيها مع بعض. اتمنى يا صديقي ان انت تكتب لي رايك في تعليقات الفيديو ده، عايز حلقات الفانتزي يكون شكلها ازاي في القناه عندنا؟ عايز ان احنا نتكلم عن كل جوله، نتكلم عن اللعيبه وندي نصايح، ولا عايز بس ان انا احكي لك عن تجربتي في كل جوله واقول لك انا عملت ايه في الجوله اللي فاتت وعايز اعمل ايه في الجوله اللي جايه؟ اتمنى يا صديقي ان انت تشترك معايا في دوري هبده مرتده اللي هسيب لك الكود بتاعه في وصف الفيديو تحت، وكمان دوري عيله المدفع الدكتور ممدوح نصر الله اللي برضه هسيب لك الكود بتاعه في وصف الفيديو تحت. وما تنساش كمان يا صديقي ان انت تتابعني على صفحه الفيسبوك اللي برضه هسيب لك اللينك بتاعها، وكمان يا صديقي ما تنساش ان انت تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك للفيديو ده، والسلام عليكم.